الأكلة دي بعملها لما أكون محتارة هنطبخ إيه النهاردة. بنعملها بسرعة قوي، بتكون طعمها في منتهى اللذاذة. أكلتنا النهاردة بصوا واو، يعني حاجة كده حلوة قوي. أكلة فعلا خطيرة. هنعمل النهاردة البطاطس والكوسة المحشية بالعصاج. بس بقى النتيجة مش عارفة أقول لكم إزاي، رهيبة. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، أنا عزة مصطفى، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. وصفة فعلا خطيرة، سهلة سريعة وطعمها حلو قوي. الوصفة دي بقى ممكن نعملها في رمضان على الفطار، وممكن نعملها دلوقتي على الغداء. لو جربتوها هتعملوها على الأقل مرة كل أسبوع، من سهولتها وكمان حلاوتها. وصفتنا النهاردة حلوة وخطيرة. هنعملها بسرعة جدا. شايفين الجمال؟ صينية البطاطس مع الكوسة محشية بالعصاج بطريقة جميلة قوي. طعمها حلو قوي. هنعملها كده مع شوية من الرز الأبيض أو رز بالشعرية زي ما تحبوا، لكن النتيجة بتكون حلوة قوي. كمان هقول لكم على طريقة لتعصيج اللحمة بتكون حلوة قوي، ممكن تعملوها في كل وصفاتكم. معايا الخضار، معايا الكوسة طازة كده وخضرة ولونها حلو قوي، وكمان معايا البطاطس، كمان معايا اللحمة. طبعا هعصج اللحمة بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا، وطعمها فعلا خطير. هنا قبل بقى ما ابدا انضف الخضار واور الكوسه والبطاطس، الاول هدخل بقى على المطبخ وهاخد اللحمه كده واعصجها بالطريقه حلوه قوي. هنولع بقى النار ونحط كده البصل اللي فرمناه في الكبة بالشكل ده. معايا كده بصلتين كبار فرمتهم في الكبة وحطيتهم كده على النار، وهنزل عليهم بشوية من الزيت، مش كتير لأنه يعني اللحمة فيها نسبة من الدهون، فمش هنكتر هنا الزيت. هقلب كده البصل في الزيت وياخد كده كام تشويحة لحد ما يديني اللون الحلو ده. هنا بقى هننزل باللحمة وهنقلب كده اللحمة مع البصل، ونشوح اللحمة مع البصل كويس لحد ما اللحمة يتغير لونها. وبعد كده هنبدأ ننزل بالتوابل الجميلة بتاعتنا اللي هتخلي طعم العصاج حلو قوي. كل مرة ببقى محتاجة لحمة متعصجة بعملها بنفس الطريقة، لأن الطريقة دي حلوة قوي. يعني الطريقة دي هتعملوها في كل أكلة ممكن تحتاجوا فيها لحمة متعصجة. هنحط بقى الملح ونظبطه، كمان هنحط بابريكا مدخنة، وهنحط فلفل أسمر، وهنحط بصل وتوم بودر، وهنحط كمان رشة قرفة، ودي بتعلي الطعم قوي. هنقلب بقى اللحمة ونسيبها كده تستوي. وهنا هنبدأ ننضف الخضار بتاعنا. هنبدأ كده نقشر الكوسة بالطريقة دي. طبعا انا مش هاخد طبقة كبيرة من الكوسة وانا بقشرها، هتبقى طبقة رقيقة قوي علشان تفضل الكوسة كده محتفظة بقيمتها الغذائية ولونها الأخضر الجميل ده. وطبعا الكوسة كانت طازة كده وصبحة، علشان كده لونها أخضر قوي وحلوة قوي. هنقشر بقى الخضار بتاعنا ونقوره، بس مش قبل ما نقوره بقى غسلناه كويس قوي بالشكل ده. هنا معايا الخضار كده بعد ما اتقشر وغسلناه وبقى زي الفل. هنبدأ هنا نقور بقى الكوسة او البطاطس. وطبعا الكوسة بتكون سهلة قوي تقويرها، لانه هي طرية قوي، وخاصة ان هي بقى طازة كده فبتكون طرية قوي وحلوة قوي. بالشكل السريع ده بقى هنقور الكوسة والبطاطس. وهنا كانت بقى اللحمة اللي عصجناها خلاص استوت ونزلت من على النار. وهنبدأ هنا بقى بعد ما قورنا الكوسة والبطاطس كده هنبدأ نحشيهم باللحمة العصاج اللي بيكون طعمها حلو قوي. سهل جدا تقوير الكوسة والبطاطس، وبتتعمل الأكلة دي بسرعة جدا.
ومش هنرمي الحاجات اللي طلعت كده من الكوسة والبطاطس بعد التقوير كده، لا احنا هنحطها كده في أرضية الصينية علشان برضو هناكلها. احنا مش هنرمي أي حاجة يا جماعة كل حاجة لازم هناكلها. حطيت كده الحاجات اللي طلعت من الكوسة والبطاطس في أرضية الصينية، وبعد كده هبدأ بقى أحشي الكوسة والبطاطس باللحمة اللي عصجناها بالطريقة الحلوة دي. طبعا انا كنت بحشي الكوسه والبطاطس بالمعلقه لان كانت اللحمه سخنه قوي، لكن ممكن نحشيها بايدنا عادي اسهل يعني. هنا خلاص الكوسه والبطاطس اتحشت كده باللحمه المعصجه وبقت بالشكل ده. حطيت عليها بقى عصير الطماطم اللي كنت عصرته وصفيته. طبعا كمية الطماطم لازم تكون كمية يعني ايه كويسة كده، يعني مش قليلة. وهنبدأ هنا بقى نحرك الصينية كده عشان تدخل الطماطم في كل جزء منها. هضيف ليها بقى شرايح البصل والفلفل الأخضر اللي بيدوا طعم حلو قوي للصينية بتاعتنا. هنبدأ نوزع بقى شرايح البصل والفلفل بالطريقة دي، وهنبدأ بقى نتبل الصينية بتاعتنا كده. هنحط ملح وسكر، وهنحط كمان فلفل وكمون، وهنحط كمان معلقتين من الزيت. طبعا الصينية بالتتبيلة الحلوة دي، ومهم جدا يا بنات الكمون لأنه بيدي للصينية طعم حلو قوي بجد. التوابل دي بتعلي الطعم قوي لصينية الكوسة والبطاطس. هسيبها كده تستوي شوية على النار، وبعد كده هتكمل تسوية في الفرن، وهتاخد كده لون في الفرن. ممكن نحطها تحت الشواية شوية بعد ما نسويها في الفرن علشان تدينا اللون الحلو ده. شايفين الجمال؟ حاجة كده وهمية. صينية الكوسة بالبطاطس فعلا يا جماعة خطيرة. احلى صينيه كوسه بالبطاطس والعصاج. طريقه سهله قوي، طريقه فعلا خطيره. الطعم مش عادي يا جماعه. طعم الكوسه والبطاطس بالعصاج مش عادي. طبعا سوينا البطاطس والكوسه على النار، وبعد كده نص التسويه كان في الفرن علشان الخضار يبقى مستوي كده ودايب بالشكل الحلو ده. شايفين الجمال؟ كانت فعلا خطيرة. وصفة سهلة وخطيرة وطعمها حلو قوي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.